لكل دولة أسرار سوداوية وصفحات مظلمة خباها التاريخ، بس أسرار عن أسرار تفرق. طيب يا ترى رأيك هيكون إيه لو قلتلك إن أغلب البلدان العربية في فترة من الفترات اتحول أهلها لأكلي لحوم بشر، أطفال وجثث وحيوانات؟ والأهم بقى إن مصر كانت واحدة من البلدان دي. مش كده وبس، دي كمان فضلت 7 سنين على الحال ده لحد ما شعاع النور ظهر، والفترة دي اتمسحت من العقول. بس احنا هنا عشان نبين لك المخفي ونحكي لك عن واحدة من أكتر الفترات المظلمة في التاريخ المصري، وده اللي هنعرفه في حلقتنا النهاردة عن الشدة المستنصرية. أهلا بيكو في حكاية أصلي. حكاية أصلي، الحكاية من أولها. بتبدأ الحكاية مع ولادة المستنصر بالله، ولي عهد مصر وابن الملك الظافر، واللي حظه خلاه ملك وهو عنده 7 سنين بس، وده بعد موت أبوه. لا وكمان هو ما كانش ملك على أي دولة والسلام، دي أكبر الخلافات توسعا في الفترة دي الدولة الفاطمية، واللي حدودها بدأت من الشام وانتهت بالمغرب، وطبعا بقى من ضمنهم مصر. والحقيقة إن المستنصر بالله كان هو الملك بس مش هو اللي كان ماسك الحكم قوي يعني، لأن اللي كان ممشي الأمور كلها هو رئيس الوزراء أبو محمد اليزوري. وبصراحة الراجل ده كان ياخد 10/10، لأنه كان في الزراعة تمام، في الجيش تمام، في الأدوية والصحة تمام، حتى التوسعات بتاعة الدولة الفاطمية كانت شغالة كويسة جدا. لكن ولأن مفيش حاجة دايمة، فهنا لعبت أم المستنصر بدماغ ابنها، وأقنعته إن اليزوري بيعمل اللي بيعمله ده عشان يتوسع في السلطة ويخلي الناس تحبه وياخد منه الحكم. وطبعا المستنصر اللي كان عنده حوالي 8 ل 9 سنين سمع كلام ماما وأمر بقتل اليزوري، وما كانش يعرف هو وأمه إنهم بكده بيفتحوا على نفسهم وعلى مملكتهم طاقة جهنم. المهم إن بعد قتل اليزوري مسكت أم المستنصر الأمور في إيديها وأخدت مكان اليزوري، وحرفيا ده كان القرار اللي مصر هتندم عليه بدل السنة 7 سنين، لأن الست ما كانش عندها أي معلومات عن السياسة، وكان اللي بتعمله طول الوقت هو إنها تغير في الوزراء. والموضوع وصل لدرجة إن هي كانت بتغير الوزير مرة كل أسبوع، وأحيانا كمان وزير كل يوم، لحد ما أم المستنصر عملت أكبر غلطة في حياتها لما صحيت في يوم وقررت تشيل قائد الجيش من منصبه. وقائد الجيش وقتها كان شديد، وكان هو الوحيد اللي قادر يوحد الجيش بكل طوائفه، وده لأن الجيش كان بيتكون من سودانيين وأتراك وبربر. وطبعا بعد الاستغناء عن القائد، وبما إن مفيش حد قوي يحل محله، الجيش قسم نفسه لطوائف، وحاميها بقى حراميها. السودانيين مسكوا الصعيد، والأتراك أخدوا القاهرة، أما البربر فاتجهوا لوجه بحري وسيطروا عليه. وحرفيا الجماعات الثلاثة نهبت خير المناطق اللي كانت فيها، ودمرت كل الطرق عشان محدش يوصل لهم أو يساعد الناس اللي في المنطقة. والموضوع قلب جحيم فعلا. لا ويا ريت بس كده، ما انت عارف المصائب لا تأتي فرادى. ومن هنا قلب ملك الحبش على مصر وقام قافل عليها مية النيل، وطبعا الزراعة وقفت والأرض اتشققت وما بقاش في نقطة مية في مصر. وبما إن الزراعة اختفت فبالتالي الحيوانات ماتت، لا بقى في بقر ولا مواشي ولا لحوم، وتتعطل كمان الصناعة، لا بقى في ألبان ولا أجبان. طبعا هنا الأسعار بدأت تزيد، والناس بقت مش قادرة تشتري احتياجاتها، والتجار احتكروا السلع وبقوا مش راضيين يطلعوها. وفضل الوضع كده لحد ما بقاش في سلع أصلا، ما بقاش في أكل أو خير في مصر. مجاعة، مصر دخلت في مجاعة. ولأن زي ما احنا المصريين بنقول الجوع كافر، فالمصريين ما قدروش يستحملوا الوضع، والحال وصل إن هم بقوا بيتهجموا على الدكاكين والمحلات والمخابز عشان يلاقوا أي حاجة يأكلوها لعيالهم. النهب والسرقة كتروا لدرجة إن اللي كان بيبقى ماشي بكيس مقفول كان بيتاخد منه يمكن يبقى فيه أكل. ومن هنا الفلوس ما بقاش ليها قيمة. ما هو هتعمل إيه بالفلوس وإنت ما فيش حاجة تشتريها؟ لأن التجار اللي كان فاضل عندهم حاجة تتاكل أصلا نقلوها المخازن بره القاهرة أو بره مصر خالص. من الآخر مصر ما بقتش أمان. هنا بقى اضطر المصريين لأول مرة في تاريخهم ياكلوا القطط والكلاب والحمير وأي حيوان تاني ماشي على الأرض. وخد بالك أنا هنا مش بتكلم عن حالة فردية، ده الموضوع وصل لدرجة إن القطط كانت بتتباع عند الجزار، والكلاب بقت بتتباع في السوق السوداء، ويا ريتها بعد ده كله رخيصة. ده سعر الكلب الواحد 5 دنانير ذهب، يعني بأسعارنا دلوقتي 32,000 جنيه. وعلى الحال ده فضل المصريين كده لحد ما خلاص اختفت الحيوانات من مصر، خلاص خلصت. حتى الكلاب ما بقاش فيه، حتى العيش نفسه ما بقاش موجود،
لأن رغيف العيش الواحد وصل سعره ل15 دينار. طبعا زمانك بتسأل نفسك دلوقتي إزاي مصر ما كانتش مخزنة أكل أو عاملة حسابها لو حصل حاجة زي دي؟ والحقيقة إن مصر كانت عاملة حسابها فعلا، وكل سنة كان المستنصر بيشتري ب100,000 دينار غلة وقمح يحطهم في مخازنه عشان لو حصلت مجاعة زي دي. بس اللي حصل إن في بداية سنة المجاعة اقترح وزير من الوزراء اللي عينتهم الملكة إنهم يشتروا صابون بدل القمح اللي بيخرب بسرعة، وإن كده كده الأوضاع مستقرة وإننا مش هنحتاج القمح في حاجة. بالتالي مخازن الدولة كانت فاضية، وحتى اللي كان فيها نهبوا الأتراك اللي سيطروا على القاهرة. المشكلة إن المصريين اتمسكوا بأقل سمات الإنسانية للآخر. في وسط ما كانوا فعلا مش لاقيين ياكلوا، بدأوا يعرضوا بيوتهم كلها بس مقابل رغيف عيش واحد بس. أما شوال القمح فحب أقولك إنه وصل سعره ل250,000 دولار، لا ده كمان فيما بعد وصل لملايين الملايين. أنت متخيل الرعب؟ وخليني أقولك إن المستنصر نفسه ما كانش مرفه عن شعبه، ده هو كمان كان حاسس بالمجاعة. يقال إن لولا ست مجهولة كانت بتجيله القصر وتتبرع له برغيفين عيش كل يوم كان مات من الجوع. ومن هنا التاريخ اتحول، والمصريين بدل ما كانوا بياكلوا لحوم الكلاب والقطط بقوا بياكلوا لحوم البشر الأموات أو حتى اللي عايشين، مش هتفرق. الوضع كان مرعب، الأطفال كانت بتتخطف من الشوارع وبتتاكل حية. المشكلة إن اللي كان بيخطف طفل ما كانش بياخده ويهرب بيه، لا ده كان بيقف وياكله مكانه، لأنه خايف لو هرب بيه حد تاني يخطفه منه وياكله هو. الموضوع وصل لدرجة إن الحرامية كانوا بيتجمعوا على الأسوار وعلى أسطح البيوت ومعاهم خطاطيف معينة، واللي بيعدي بيشدوه بيها وياكلوه. ومن بعض الأطفال واللي قربوا يخلصوا وقتها بقت الناس تاكل الضعفاء والستات السمينة. والمشكلة إن الجرائم دي كانت جماعية وبتحصل في الشارع عيني عينك. تخيل تعدي من الشارع تلاقي الناس متجمعة على جثة واحد وكلهم بيعضوا فيها وبياكلوا من لحم جثة إنسان. والموضوع اتطور وبقى فيه عصابات بتخطف البشر وتبيع لحمهم في محلات الجزارة أو في السوق. حتى تجارة العبيد رجعت تاني، بس المرة دي مش علشان الخدمة، لا ده عشان يتاكلوا. الناس كلها أذنبت، حارات كاملة بقت مخصصة ومتجمعة عشان تخلص وتصطاد اللي بيدخلها عشان ياكلوه. طيب والضعيف واللي ما يقدرش يجيب لحم طازة ده بقى يعتمد على اللحم اللي في القبور. الناس حرفيا كان عيدها ان يجي جثتين في يوم واحد للقبر، لانهم بكده هياكلوا اكتر. وانا عارف ان الموضوع بالنسبة ليك خيالي شوية، لان طبيعي ان كل اللي يسمع ان المصريين بياكلوا لحوم البشر يستغرب وما يصدقش، حتى ان المستنصر بنفسه ما صدقش الحالة اللي وصل لها شعبه. وفي يوم وفي واحدة من الجرايم اللي فيه راجل اتاكل بسببها، بعت المستنصر وزيره عشان يحقق في الموضوع ويشوف الموضوع بجد ولا لأ. بس مجرد ما نزل الوزير من على بغلته وراح لمكان الجريمة، البغلة بتاعته اتسرقت واتاكلت. وهنا الوزير اتضايق جدا وبعت يجيب ال3 حرامية اللي أكلوا البغلة عشان يصلبوهم في ميدان عام. بس المرعب إن تاني يوم قام الوزير لقى الناس سرقت جثة الحرامية ال3 وأكلوهم، وده كان أوفى وأبلغ رد للمستنصر. ومن هنا اتأكد المستنصر إنه فعلا بقى في منطقة الخطر، ولأن باقي المملكة بتاعته أصلا ما بقتش موجودة بعد ما السلاجقة وبغداد وصقلية وطرابلس استقلوا بنفسهم. حتى حلب وبيت المقدس طلعوا من تحت سيطرة الدولة الفاطمية والمستنصر، وبكده بقت مصر لوحدها، وما بقاش في حد ممكن يساعدهم غير ولي عكا بدر الدين الجمالي، واللي على طول طلب منه المستنصر يجي مصر ويحل الأزمة. وقتها اتغر الجمالي واتشرط وقال للمستنصر إنه عشان يوافق فشرطه هو إنه يتحكم في مصر ويكون ليه كل الصلاحيات فيها. ضيف على كده إنه مش هيجي لوحده، لا ده هيجي معاه كل الجيش بتاعه. وعلى الرغم إن الحركة دي خطيرة وكانت ممكن تضيع مصر نهائي، بس المستنصر ما كانش عنده خيارات تانية فاضطر يوافق. واللي حصل إن الجمالي جه مصر فعلا، وزي ما بيقولوا عدل الميلة. وكانت أول حاجة عملها هو إنه خلص على كل بواقي الجيش اللي كانوا مسيطرين على حتت كتير من مصر، وعلى طول جمع التجار وهددهم إن أسعار القمح تنزل، وهدد إنه من بداية تاني يوم الصبح اللي مش هيسمع الكلام هيتعدم. لا ومش بس كده، ده بدأ يصلح الخراب اللي حصل في مباني مصر، وكمان شال الضرايب من على الفلاحين وخفف عنهم عشان الزراعة ترجع تاني، لحد ما الأزمة اتفكت ونسيت الناس اللي حصل. دي كانت حكاية واحدة من أبشع وأشرس الفترات اللي عدت على مصر، واللي فعلا سابت في صفحات التاريخ نقطة سودة لا يمكن نسيانها. وبس كده يا صديقي، وهنا السؤال: هل التاريخ ممكن يكرر نفسه مرة تانية ونعيش من تاني شدة مستنصرية؟ مستنين تعليقاتكم. كان معاكم تيم حكاية أصلي، استنونا في الحلقات الجاية.